السلام عليكم. في حادثة غريبة وقعت مغرب اليوم. أصيب فارس شاب كان على متن حصانه بجروح بليغة على مستوى القدمين بعد تعرضه لحادث عندما كان بالقرب من محطة ترامواي العيفور في منطقة عين الباي بقسنطينة، غير بعيد عن قاعة الزينيت، إذ وجد صعوبة في قيادة حصانه وإبعاده عن سكة الترامواي، وهو ما عرضه لحادث الدهس من عربة الترامواي. وبحسب شهود عيان، فإن التوتر والاضطراب الذين ظهر على الفارس كان سببا في عجزه عن إبعاده عن السكة التي جره إليها الحصان، الذي بدأ غير متأثر من أي إصابة بعد الحادث. وبحسب مصادر محلية، فإن الضحية البالغ من العمر 27 سنة، وهو من سكان دوار العيفور، يقوم بترويض حصانه لأنه يستعمله في حفلات الزفاف في ولاية قسنطينة بين الحين والآخر. مصالح الحماية المدنية تدخلت بطاقمها الطبي لإسعاف الشاب، كما تكفلت بنقله إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، في الوقت الذي تواصلت بعد الحادث حركة ترامواي بصفة عادية، مع مطالبة مسؤولي بتفادي سكته، سواء من المواطنين الراجلين أو مستعملي السيارات أو من الذين يصطحبون معهم الحيوانات.